واحد راجل كيصور مرته في الغابه، وهذاك الشيء اللي شاف من وراها خلاه يغوت من الصدمه. في يوم 19 يوليو 2014 واحد راجل سميتو هاورد والزوجه ديالها سميتها لوني ارنسول كانوا خارجين يتمشاو في واحد الغابه في واحد المنطقه في كندا. كانوا قراب من الشلالات ديال ترول فولز. واحد شويه غادي يمشيو من واحد الطريق العائلات كانوا دائما كيدوزوا منه والناس اللي كيديروا رحلات في الغابه. والحاجه الغريبه هي انهم ما لقاو حتى واحد غادي في هذاك الطريق هذاك النهار. وهنا راجل هاورد غادي يستغل الفرصه وقرر باش يصور الزوجه ديالو، وفاش غادي يلقى التليفون باش يصورها غادي يشوف شي حاجه من وراها، وهذاك الشيء اللي شاف غادي يخليه مصدوم ومشوكي في بلاصتو. كان واحد الدب كبير بزاف، كان قريب لهم 15 متر تقريبا، وهذا الفيديو تصور بالتليفون ديال هاورد، وتسمع في الصوت ديال هاورد كيعيط لمراته كيقول لها اجي هربي خلاص بسرعه راه كاين دب من وراه. وفاش غادي الدور غيبان لها واحد الدب اون فاس معاهم كيشوف فيهم. وهنا هاورد كان ذكي وجبد التليفون وبدا كيصور في هذاك الدب وما بغاش يهرب لان عارف الا هرب غادي يهاجموا الدب، وهذاك الدب غادي يبقى تابعهم الطريق كامله كيخرج واحد الصوت مخيف. وهذاك الدب كان خالعهم بزاف لان كان كيوقف على جوج رجلين كما كتشوفوا. الكاميرا ديال التليفون صورت اللقطه فاش الدب اقترب لهم بواحد الدرجه كبيره. المهم هاد الزوجين غادي يرجعوا لديورهم سالمين، وهذا الفيديو غينتشر في العالم كله بواحد الشكل تعليمي الناس باش اشنو يديروا الا هجم عليهم دب.